بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا مشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، نلتقيكم من خلال فيديو جديد وذلك لنتكلم ونتحدث عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري التي ستجمعه بنظيره السويدي في مدينة هوتسكوم السويدية بداية من الساعة السادسة مساء. والمباراة ستكون منقولة على قناتي التلفزيون الجزائري الشبابية السادسة والأرضية الأولى. المباراة ستكون امتحان حقيقي بالنسبة لكتيبة بيتكوفيتش، حيث سيمكننا الحكم على ما وصل إليه المنتخب الوطني الجزائري بعد 14 مباراة تحت قيادة فلاديمير فيتكوفيتش. المباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة لعجبالي فيتكوفيتش، لأن المنتخب السويدي واحد من بين أحسن المنتخبات الإسكندنافية، وواحد من أحسن المنتخبات في أوروبا، يحتل الصف 27 في تصنيف الأخير للفيفا. الفيفا فيما يحتل المنتخب الوطني الجزائري الصف السادس وثلاثين. هذا ما يجعل المباراة تحمل أهمية كبيرة. طبعا هي مباراة ودية مباراة ودية، لكنها ستكون بطابع رسمي لما سيستخلصه فلاديمير فيتكوفيتش من نقاط إيجابية وسلبية. الآن نتطرق إلى تشكيلة المنتخب الوطني، التشكيلة المتوقعة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. فيما يخص حراسة المرمى، أختار ألكسندر أليكس أليكسيس جندوز. لماذا اخترت أليكسيس جندوز؟ لأنه أليكسيس جندوز في المباريات آخر 4 مباريات مع المنتخب الوطني هو أساسي، وأنطوني موندريا لن يلعب كثيرا مع فريقه نادي كون الفرنسي. ولهذا السبب اخترت أليكسيس جندوز على حساب أنطوني موندريا. في الجهة اليسرى أختار ريان أيت نوري. ريان أيت نوري. الجهة اليمنى قد يشارك جوان حجام مكان يوسف عطال لم يعد في المستوى، لم يعد إلى مستوى بسبب الإصابات وكذا. ولاعب نادي يونغ بويز السويسري جوان حجام يقدم مباريات كبيرة مع فريقه، ومباريات كبيرة أيضا مع المنتخب الوطني، ولهذا السبب اخترته كظهير أيمن. أما فيما يخص محور دفاع المنتخب الوطني أصبح واضحا لكل المنافسين، وهو لاعب نادي ليل الفرنسي عيسى مندي، ولاعب نادي بروسيا دورتموند رامي بن سبعيني. فيما يخص وسط الميدان، سنجد وسط ميدان، والذي سيلعب وسط ميدان دفاعي إسماعيل بن ناصر لاعب أولمبيك مارسيليا المعار من نادي ميلان. فيما سيلعب وسط ميدان هجومي لاعب نادي نيس الفرنسي هشام بوداوي. فيما سيلعب كصانع ألعاب رقم 10 حسام الدين عوار لاعب نادي اتحاد جدة. فيما يخص خط الهجوم، سيلعب ظهير جناح أيمن، لا أفضل لاعب في الكرة الجزائرية رياض محرز. فيما يخص الجهة اليسرى، أعتقد بأنه يمكن لفلاديمير فيتكوفيتش أن يشرك مينغويري كظهير أيسر، ويشرك بغداد بونجاح كرأس حربة. وكذلك يمكنه أن يشرك سعيد بن رحمة كجناح أيسر، ويشرك أمين غويري كرقم 9. قال يوم أمس، قال فلاديمير فيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة، قال بأنني أعي حجم الانتقادات التي طالتني بعد هذه القائمة، وأنا أتفهم. قال بأنني أتفهم أنكم تريدون مشاهدة الكثير من اللاعبين الشباب، لكن هذه المباريات ستوضح لنا التعداد الذي سيكون في المستقبل. وفي نهاية هذا الفيديو أسأل الله العلي القدير أني قد وفقت في أن أكون في حسن ظنكم. وأيضا أريد في نهاية هذا الفيديو توجيه تحية لكل من
لكل من الأخ طه، والأخ ودود بن بوزيد، والأخ عبد الحق بوزيدي، والأخ فراس بوزيدي، وكذلك للأستاذ والصديق والحبيب الذي دوما حاضرا معنا في فيديوهات كثيرة، الأستاذ أحمد بن خلفية. كما أوجه تحية لعائلتي سايب وهزيل، وتقبلوا تحياتي. كان معكم سيد محمد الإسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.